في هذه الأحياء بمدينة عدن التي أنهكتها الظروف المعيشية القاسية، وفي بيوت لا يزال أهلها ينتظرون فرحة العيد بما تيسر من الخير. تصل هذه الحملات لتوزيع لحوم الأضاحي لتعيد شيئا من الأمل إلى وجوه الأسر الفقيرة في المدينة. هي مبادرات إنسانية تنفذها مؤسسات وجهات مختلفة مستهدفة آلاف الأسر من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والفئات الأشد احتياجا. المشاركة مع أخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة في مركز الشلل الدماغي في محافظة عدن، وأيضا المكفوفين والنازحين في مخيم عثمان محافظة عدن لعدد 1080 أسرة. أكياس اللحوم هذه قد تبدو بسيطة في نظر البعض، لكنها بالنسبة لهذه الأسر تعني الكثير وتعكس حجم التكافل الإنساني في أيام العيد، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون. يتم التوزيع وفق آلية، ولجنة التوزيع وفق كشوفات يعني سبقها مسوحات ميدانية حددت هذه الفئات المستهدفة الذي فعلا الأشد ضعفا في المجتمع أو الأشد فقرا. هذه المبادرات لا تقتصر على توزيع المساعدات الغذائية فحسب، هي تحمل أبعادا إنسانية واجتماعية وتمثل طوق نجاة ولو بشكل محدود للكثير من الأسر التي تعجز عن توفير أبسط الاحتياجات، وترسم بسمة على وجوه أطفالهم في أيام العيد. نتمنى أن يكون متواصل هذا العمل الخيري على الدوام، وأن يكون متواصل وقوفهم مع أسر الأيتام والأسر والمعاقين الذهنية من الشلل الدماغي. في مدينة أثقلت الأزمات كاهل أهلها يبقى للخير أثر لا يقاس بحجم المساعدة، بل بما يزرعه من طمأنينة في قلوب المحتاجين ويمنحهم شعور بأنهم ليسوا وحدهم في مواجهة قسوة هذه الحياة. محمد اليزيدي لقناة الجمهورية، عدن.